ما هو مش هتعرفي تعيشي زي الاول. لو بتفكري تعملي عملية تجميل وعايزاها تنجح، مش هتعرفي تعيشي زي الاول، ولا هتعرفي تاكلي زي ما كنتي بتاكلي، ولا هتعرفي ان انتي تنتخي وما تتحركيش زي ما كنتي. لا، يعني لو مش ناوية تغيري اللايف ستايل بتاعك كله، يبقى ما تعمليش عملية تجميل، وريحيني وريحي الجراح وريحي جيبك. ليه؟ لان جسمك هيكون حساس جدا جدا من اي حاجة هتاكليها. جسمك هيكون حساس جدا من اي نشويات هتاكليها، من اي املاح هتاكليها، من اي مواد حافظة، من اي مشروبات غازية. يعني لو ريحتي في البيت شوية بدون حركة، او جالك دور برد وقعدتي في البيت واكلتي براحتك، اسبوع في التاني هتتفاجئي بزيادة في مناطق تانية في جسمك غير مرغوب فيها تماما. هتتفاجئي بزيادة في المناطق اللي اتحقنت. تمام؟ فانا مش بقولك كده عشان اخوفك، والله انا بريح ضميري وبريح دماغي وبريح دماغ الجراح اللي انت هتوجعي دماغه وتصدعيه ان بعد شهرين 3 انا مش شايفه نتيجه العمليه يا دكتور، انا قلعت الكرسي وحاسه ان جسمي مش تمام. طب جسمك مش تمام؟ انا ما بشربش حاجه في اليوم غير مثلا ريد بول، شيبسي، بيبسي، بنقنق، انا مش باكل. لا، انت عمليتك